السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتكم؟ إن شاء الله كويسين. أنا اشتقت لكم. تعالوا هنا اول حاجه لانه الاضاءه شكلها احسن بجاي. اوكي طيب، اول حاجه اخر مره خليتكم في لندن، اوكي كان في الفلوج بتاع لندن، والحمد لله والشكر لله الفلوج عجب ناس كثير جدا، وحتى الان ده اكثر فلوج لنا انتشر في القناه، الحمد لله والشكر لله. عقبال الجايين باذن الله تعالى. حصل شنو بعد لندن؟ فبعد لندن مشيت السودان، طبعا مشيت للدفا وكذا، عرفتوا كيف؟ اجازتي في السودان كانت لمده اسبوعين، فقررت انه الاسبوعين دي تكون كليا للاهل، لانه طولت منهم جدا، فقلت زي ما بقول السودانيين كده بالشوقي شويه. الحمد لله والشكر لله انبسطت جدا في الاجازه. ففي اخر يوم في الاجازه قررت انه اصور فلوج على اساس انه ارفع عليكم لما ارجع هنا اسكتلندا، لكن للاسف اول ما رجعت هنا ثاني يوم كان عندي محاضرات وبدوا معانا بالتقيل من اول يوم، فما لقيت اي فرصه انه ارفع لكم الفلوج اللي صورته. فالصراحه ما اكذب عليكم حتى الان مضغوط جدا، بس يا ريت تدعوا لي انه ربنا يسهل السمستر ده على خير ان شاء الله باذن الله تعالى. والصراحه يعني حتى الان مضغوط جدا. بالمناسبه جيت من الجامعه عينه لابس هدومي لسه ما خلصتها زي الناس، وهسه عندي اجتماع بعد نص ساعه، مش الساعة 1:30، الساعة 2 عندي اجتماع في الجامعة ثانية، الساعة 2 عندي اجتماع في الجامعة ثاني. فقلت شنو بما انه قلت لي زي حبة وقت كده فاضي استغله في انه احكي لكم قصة الفلوج اللي صورته في السودان. اول حاجة جوني اصحابي الصباح كده زي الساعة 6 صباحا تقريبا، قررنا انه نمشي نشرب شاي الصباح في شارع النيل. اول حاجه بدينا يومنا بشنو؟ شارع النيل. شارع النيل هو ده، ما شارع النيل، هو ده شارع النيل. ايوه بس ده النيل ذاته بالظبط كده. المنطقه دي اسمها البيتش. شفتوا شارع النيل قصاد برج الاتصالات، بتنزل لحد ما تصل وين؟ المنطقه اللي فيها النيل نفسه. طبعا المكان اللي واقفين فيه احنا الان، طبعا ودي قعدتنا، محمد فايز ما قصر ظبط لنا مساند وفرشات وحركات، وده شاينا غادي بطل المساند جاي من بيتنا، يعني اسف عليه دبوا جرى كده وشيل المساند بتاعتي. لا غصب. الساعه كم؟ 9. طبعا من بعد صلاة الصبح كده جهزنا برنامجنا على اساس انه نجي، بس حاليا جينا هنا. والحلو في الموضوع شنو؟ انه المكان اللي احنا حاليا واقفين فيه قبل 3 شهور بالضبط كان مليان مويه، يعني في فترة الخريف بيكون النيل مرتفع لحد، شايفين حتة الشجر دي؟ اصلا الشجر ده ما بكون ظاهر، بتشوفوا في وسط المويه. الحلو فيه شنو كمان؟ انه الرملة ناعمة جدا، ما تعرف انه النيل بعد ما ينزل بيحصل شنو، لكن الرمله بتكون ناعمه بشكل ما طبيعي. حتى كمان الان انا حفيان، عرفتوا كيف؟ تحركنا من شارع النيل زي الساعه 1:30 او 2 الظهر تقريبا، قلنا نمشي نتغدى الساعه 2 مش الساعه 2. احنا من الساعه 9 هنا. احنا من الساعه 9 هنا، وده اللي دل على شيء يدل على انه المكان بجد ابداع، مع انه قعدتنا بسيطه، لكن بجد الهواء كده عرفتوا كيف انه فريش ونقي، وتحسوا الجو ابداع، فهمتوا كيف؟ بس بعد ان شاء الله نقوم نلم حاجاتنا دي ونمشي ناكل لنا حاجه، لانه الساعه 2 جات وما كنا حاجه. مشينا منتجع السمك اللي في شارع المشتل، اكلنا اكل السمك ممتازه الحمد لله والشكر لله. وقلنا نجي وين؟ نجي منتجع السمك. انا بالنسبه لي ده احلى مكان بيعمل سمك هنا في الخرطوم. والحلو فيه شنو كمان؟ انه عاملين المكان اللي بتقعد فيه في ستايل بتاع قبب كده، عرفتوا كيف؟ شايفين القبب دي مثلا؟ كل قبه مسمينها باسم مدينه او منطقه في السودان، فبحس المطعم كده بلدي وحديث وحاجه جميله يعني دي مثلا مسمينها بورسودان، ودي كسله، ودي جبل مره، ودي يمدر، ودي بحري، ودي الخرطوم، ودي الجزيره، وده جزء منهم، لسه في ثاني كثير غير كده، ففكرته جدا حلوه. ونحن قلنا نقعد في ابو جبيه دي. ولذا حاجه شنو؟ القطيات من جوا مو مسخنه، عاملين تكييف تاع مويه فبيرطب المكان وبرده وكده، ودي حاجه حلوه جدا محتاجينها جدا في السخانه دي. ارنب جابوا هنا شو احمد فايز؟ اوكي راح انت جادي؟ وين؟ اي والله بجد. خلي عندنا خايب ومسخن.
جابوا هنا شنو لكن سبحان الله كون هرب من بيت زول ولا كده صح؟ عندهم ارانب حاطين. انا شايف عندهم قرد مربينه به. بالله قرود وارانب لانه في بحر غايته فيها ارانب. بالله حاجه حلوه. انا بعزف لك. حلمنا نهار نهارنا عمل. يا اخي انت صوتك شيء. يا اخي واصل. عيل الارنب عيل الارنب. ده ارنب والله في الحقيقه ده ارنب. عندنا لو ارنب في الحقيقه ارنب قطع الاغنيه في الحقيقه. حلمنا نهار نهارنا عمل نملك الخيال وخيالنا الأمل. يا اخي ما سريع ما بيعملوا سريع يا جماعه ما سريع كده. طيب ها. حلمنا نهار ونهارنا لا بتسكت مسافه. ايوه طيب حلمنا نهار نهارنا امل نملك الخيال وخيالنا العمل. اسكت خلاص تعال ما اديك اي فرصه ثاني خلاص خالدت اللحن عايزنا اغني كيف بعد اخش معك. حلمنا نهارنا عمل نملك الخيال وخيالنا الامل يا اخي مالك وتبديل الحياه اسواء في اخر. اضواء في اخر النفق يا اخي عليك ما تدخل الفيديو يا اخي عيد يا اخي مشيها يا اخي ما مشيها عشان تجي لنا حاجه كويسه للجمهور يا اخي. العقل لا يجري من دون التحدي وروح المغامرة. يا صديقي شاركني الطريق كي يصبح النجاح في المنام. هيا نسافر أرض الخيال هيا نسافر في أرض الخيال نعيش المغامرة. هم ده بالله من قبل شغالين فيكم كده ولا كده طبعا وصل. والله صراحه بيني وبينكم شكله حاجه كده من الاخر. طيب اعرفكم بسرعه الصينيه دي فيها شنو. ده اقاشه سمك. ايوه زي ما انتم سمعتوا اقاشه سمك. انا ما عارف هل الفكره دي كانت موجوده كثير في السودان لكن بالنسبه لي اول مره في حياتي اكل اقاشه سمك كانت هنا في المطعم ده. انا طبعا الاقاشه بيتعمل يا اما باللحمه او بالجداد او بالسمك. بالنسبه لي احلى نوع اقاشه هو اقاشه السمك بتجي من الاخر. ودي سلطه الطحينه طبعا زي هنا وده بلطي مشوي وده بلطي فيليه مقلي والاقاشه ده بتاع بلطي كمان. البلطي ده طبعا نوع من انواع السمك النيلي ما بيكون في البحار بس بيكون في النيل او الانهار. يلا بعدين نقول بسم الله. وكده الحمد لله خلصنا الغداء. غازي رايك شنو في السمك؟ لا والله مبالغه بجد. اقاشي سمك مبالغه صح؟ طبعا انا ما قاعد اعلق دائما على الاكل لاني باكل اي حاجه لكن بجد الاقاشي سمك كان بجد حاجه درعه يعني ما شاء الله. شفتوا كيف قلت لكم انا اقول لكم حاجه صدقوني طوالي. الحمد لله لحقنا صلاه العصر صلينا وبعدها كان في مسجد جنبنا كده مشينا صلينا فيه العصر وما اظن ثاني صورت حاجه اليوم ده. بس اليوم اللي بعديها اللي هو كان يوم السفر. السلام. في الحقيقه حزينين جدا يعني مفارقته يعني هنا. بس انا ما يلا بس علي في لحظه مفروض كده اقول لك ماسك الكاميرا وانا واقف معاه. طبعا البدوي طبعا طلعنا او موح البدوي زي ما نحن عارفين طبعا زي ما نحن عارفين طبعا البدوي ما عارف انه انت شنو. هذه ده المفروض قال انه انا لما اتكلم بعمل كده صح الكلام. فهو يعني في مشروع بتاع نابل اي والله من الاخر. بصراحه كنت تعبان جدا وما كنت مفكر ابدا انه اصور في يوم السفر ده لانه عاده انا في السفر بتعب تقدروا تقولوا كده لانه ما بقدر انوم في اي مكان. ما بقدر انوم لا في مطار ولا في طيار ولا كده. فمهما كان طول السفره ما بنوم بكون صاحي. بس قررت انه لا كده المره دي حاول وصور شوف حيحصل شنو. طيب زي ما شفتوا قبل شويه الموضوع كان وداع وكده فعفوا لانه ما قدرت اصور لكم فلوج قوي في السودان لانه الاجازه كانت قصيره وكنت بحاول انه اخليها كلها للال اركز معاهم شديد لانها كانت قصيره جدا. فالمهم ان شاء الله المستقبل حيكونوا احلى واحلى كده وقتك. فالمهم ان شاء الله المره الجايه الاجازه تكون اكثر واقدر اصور لكم حاجات احلى في السودان باذنه تعالى. والان انا في مطار الرياض. فتره الانتظار بتاعت الترانزيت بتاعي زي 10 ساعات في مطار الرياض. بس للاسف ما في يعني كراسي الواحد يقدر ينوم عليها. الكراسي بس قعاد. ما مشكله هنا ان شاء الله اقدر اظبط امورنا وان شاء الله نقدر نستغل الوقت في انه نشتغل على الفلوج ده باذنه تعالى. وبالمناسبه لو لاحظتوا بحاول اتكلم بالراحه لانه الناس قاعدين في المنطقه دي كلها منتظرين طياراتهم فكلهم تعبانين عرفتوا كيف ونعسانين وبتاع فما داير ازعجهم. شكلي كمان انا حاخذ لي غفوه كده لو قدرت. الله اعلم مع الكراسي ده حيحصل شنو. فهسه قمنا كلنا حاجه. I'll take the steakhouse dining. طبعا حاليا نعسان مغيوني شويه وتغمض لانه حاليا الساعه 2 تقريبا. بس حاليا الساعة 3 شكلي حاكل واخذ لي نوم اولا بعدين حاصحى اعمل الفلوج ان شاء الله. الحمد لله والشكر
كده الحمد لله خلص راكب. واهم حاجه الواحد يعملها لما يكون عنده ترانزيت فتره طويله في المطار شنو؟ لما يكون عندك فيلم او مسلسل او اي حاجه تقدر تقضي بيها وقتك. الحلو شنو في الموضوع انه انا عشان اصل لبرجر كينج ده ماشي مشوار 1.5 كيلو جوا المطار. المطار طويل بطريقه ما طبيعيه. كده بقى انه الحمد لله خلصنا اكل، نمشي نشوف لنا شنو مكان هادي ناخذ لنا فيه راحه. بس قبل ما نمشي ناخذ لنا راحه ولا ما نمشي نصلي عشان ننوم احنا مرتاحين. طب هناك المصلى بس وين الوضايات؟ لو سمحت وين مكان الوضايات؟ تمام شكرا. وبما انه الصراحه الحمام كان نظيف جدا ما شاء الله يستاهلوا. يلا بعد دقيقة اخذ لي غفوة كده واشوفكم بعد كم يعني. انا الصراحة اشوفها طوال النقطة اللي بعدين بالضبط كده. يلا اشوفكم بعد ثانية. طيب حاولت انوم كثير بس ما قدرت، ما اعرف واضح على شكلي ولا لا، المهم ما قدرت انوم. حاليا جاوك الطيارة الثانية في البوابة رقم 23. اظن ده افضل وقت اقدر انهي فيه الفلوج لانه خلاص ما قادر، تعبت جدا. حتى لو لاحظت سليم ما قاعد اصور كثير في المطارات لانه دائما حالتي بتكون كده، ما بقدر انوم نهائي. بس رحلتي كلها كده على بعضها فترت اكثر من 24 ساعة بشوية كده وما اظن حاقدر انوم فيها نهائي. خلنا نلبس النظارة دي لانه شكلي ما للدرجة دي. لحد هنا كان المفروض انتظر في مطار لندن ترانزيت ساعتين بس وبعدها اخذ طيارتي لجلاسكو، ولكن للاسف اخروا الطيارة بقت 3 ساعات وبقت 4 ساعات وبقت 5 ساعات. المهم في الاخير بعد 5 ساعات ركبنا الطياره ووصلت جلاسكو الحمد لله والشكر لله. كنت مستوي بمعنى الكلمه. جيت راجع اديت النومه العنيفه الحمد لله والشكر لله انه قدرت اصحى اصلا ثاني يوم للمحاضره. انت لو بالع موتور ما كده بالراحه الحصل شنو. لحد هنا احب اقول لكم ان شاء الله هحاول مع الضغط اللي عندي ده هحاول بقدر الامكان يعني صدقوني انا ببسط وبحب الفلوجات دي، لكن لما اوقف منها معناه بجد الضغط. ولو حابين مثلا تعرفوا تفاصيل اكثر تابعوني في الانستغرام، انا قاعد انزل في الستوريز بتاعته كثير، فلما ما انزل فلوج بكون منزل في الستوريز بتاعت الانستغرام هنا. فلحد هنا كان معاكم موحي البدوي، اشوفكم الفلوج الجاي باذن الله تعالى. يديكم العافيه. دقيقه وما تنسوني من الدعاء.